بصوا يا جماعه، عندي عتاب بسيط عليكم واتمنى تستحملوني شويه في اللي هقوله. خلينا نتفق على حاجه. انا مش صانع محتوى عام بالمعنى التقليدي، ولكن صانع محتوى متخصص، وده معناه ان المحتوى اللي بقدمه بيخاطب فئه معينه من الناس، مش كل الناس. ايه الفرق ما بين صانع المحتوى العام والمتخصص؟ صانع المحتوى العام بيقدم محتوى يناسب الجميع، زي مراجعات المنتجات، الفلوجات، الكوميديا، الافلام، كل الحاجات اللي بتخلصوا عليها الباقه كل يوم. صانع المحتوى المتخصص زي المحامي، الطبيب، المسوق، المبرمج، اللي بيشارك خبرته مع الناس المهتمة بمجاله بهدف تقديم قيمة فعلية، وكمان توسيع قاعدة عملاء المحتملين. يعني الهدف الأساسي من المحتوى المتخصص مش اللايكات والشير بس، ولكن إنه يوصل لناس فاهمة وفعلا مهتمة وممكن تستفيد من المعلومات اللي بيقدمها على المستوى العملي. المشكلة بقى اللي بتضايقني، أنا بقدر واحترم جدا التعليقات اللي بتكون إيجابية وبتيجي من ناس فاهمة وفعلا مهتمة بالمجال، لكن الصراحة في نوعين من التعليقات بتضايقني. أولا، في تعليقات مستفزة وسخيفة، فأنا بعمل إيه؟ فبلوك على طول. في تعليقات تانية تعليقات سطحية ومتكررة، زي حد يسأل عن الرابط وهو قدامه، أو حد مش بيحاول يفهم المعلومة قبل ما يسأل عنها بطريقة يعني تبدو عشوائية كده. فقبل نصيحتي ليكم، قبل ما تكتب أي تعليق خد لحظة وفكر فيها الأول، لأن ديننا بيقول فليقل خيرا أو ليصمت. وفعلا كلنا فينا اللي مكفينا من الضغوط، فمش لازم تضيف أو نضيف لبعض طاقة سلبية زيادة. شكرا لكل حد بيقدر المحتوى وبيحترم المجهود المبذول فيه، وتحياتي لكم جميعا ونهاركم زي الفل. تحياتي.